ولسوف يعطيك ربك فترضى. الآية دي آية جبر الخاطر، وآية إظهار مقام رسول الله عند الله، وآية الحماية للمؤمنين بسبب وجود النبي عليه الصلاة والسلام في حياتهم دنيا وآخرة. سيدنا ابن عباس بيقول لما نزلت وسوف يعطيك ربك فترضى، قال: رضا رسول الله أن تدخل أمته كلها الجنة. مبروك يا أمة النبي عليه الصلاة والسلام، رضا النبي في نجاتكم دنيا وآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل او مساء الفل على اختي وحبيبتي امي اللي بتتابعني. وحشتوني وحشتوني وكمان مره وحشتوني. النهارده عندنا روتين حلو جدا مليان طاقه ايجابيه. هنعمل الاكل بسرعه لاني لسه راجعه من بره، جايبه معايا شويه مشتريات، وكمان هنشوف هنعمل ايه. محتارة ومش عارفة اعمل اكل ايه، ومستعجلة وعايزة اعمل الاكل بسرعة. فبيني وبينك كده فكرت بسرعة جدا، بس هو اصلا الاكل ما كانش على بالي، لكن جه كده يعني ايه لما فكرت كده ودعيت ربنا كده اللي هو يوفقني كده في اي اكلة بسرعة، سبحان الله. فالحمد لله على كل حال. يلا بينا نشوف انا جبت ايه، وكمان نبدأ الروتين بتاعنا ونشوف احنا كنا فين، ويا ترى هنعمل ايه في بقية اليوم بتاعنا. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وحط اللايك بتاعك. اول حاجة انا محتاجة زبدة، ومحتاجة سكر بودرة، ومحتاجة كمان مربى علشان خاطر نعمل البديفور، وكمان هنعمل مع بعض البسكوت بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان الطعم هيكون حلو جدا. احنا قررنا ان احنا هنعمل كل حاجة في البيت، فان شاء الله باذن الله كل حاجة هنعملها في البيت. اي نعم، برضو الحاجة لما بنشتريها بتبقى مكلفة، لكن مش زي بره. هتعملي الحاجة مكلفة لكن هترمي معاكي كمية كبيرة. بره هتجيبيها بسعر عالي لكن الكمية صغيرة، يعني كل واحد يدوب هيدوق وبس كده. عقبال ما يجي عليك العيد مش هتلاقي اي حاجة عندك. المهم جبت شوية الحاجات، ودي الأسعار بتاعة الحاجة. أنا اتصدمت من سعر الزبدة، سعرها 110. هنا كيس البني دوت طلع بالحبهان، فهتصل بالسوبر ماركت يجي يبدلهولي. وكمان يجيب لي معاه ازازة زيت لاني نسيت اشتري الزيت. حصل معايا موقف كده امبارح، كنت مشتريه ازازه الزيت ديت من حوالي 4 ايام، الاسبوع اللي فات يعني. من منفذ بيع، اكيد انتوا فاهمين قصدي دلوقتي يعني. كلمة منفذ بيع. المهم انا اشتريتها ب135 جنيه على اساس اللي هي زيت هدية، وطبعا كلنا عارفين زيت هدية اللي هو ممتاز وريحته بتبقى عادية خالص، مفيش ريحة مش عاطفية. فلما فتحتها امبارح بالليل علشان اعمل السحور، ريحة البطاطس او ريحة الزيت وهو بيتقلي ريحة وحشة جدا سيئة جدا. البطاطس مدهننة خالص. بصي المنديل لونه عامل ازاي، انا يدوب سيبته على الرخامة، بصي ما كملتش مش هقولك دقايق، ما كملتش ثواني وكانت المنديل عمل على الرخامة. الزيت ريحته وحشه جدا، انا مش عارفه هروح ارجعها ولا لا، هيرضى ياخدها مني ولا لا. بس اللي انا اكتشفته، اللي انا لما كتبت على الجوجل زيت هديه، اكتشفت ان الصوره اللي هي مرسومه على الازازه غير خالص الصوره اللي هي الحقيقيه، يعني هي هديه تقليد. ف يعني انا ما خدتش بالي، هي نفس اللون، لون اخضر في اصفر في ابيض ومكتوب هدية، لكن التصميم مختلف، تصميم الصورة ذات نفسها مختلف. فبالله عليكم اللي بتبيع زيت يا ريت ما تبيعهوش يعني. ممكن تعملي بيه صابون، ممكن يعني ايه، اكيد هيحصل لك موقف زي اللي حصل لي، واكيد حصل لناس كتيرة جدا. فلما تدفعي 100 وحاجة في زيت هتستعمليها وفي الاخر تطلع ريحتها وحشة وبتبوظ الاكل، فحرام حرام والله العظيم اللي بيحصل فينا دوت كده. انا مش عارفة بقى هروح ارجعها ولا لا. اتصلت بالسوبر ماركت جاب لي ازازه بقى تانية من السوبر ماركت صني. لكن ديت انا قلت لكم اللي انا جايباها من منفذ بيع، يعني مش عايزه اذكر اسامي حاجه بس انتوا اكيد فاهمينها. حصلت معايا قبل كده في كذا حاجه، اللي الحاجه بتبقى وزنها مختلف. انت بتشتري مثلا السلعه على اساس اللي هي وزنها كيلو، لما بتروحي بتوزنيها بتطلع وزنها 850 860. ليه الغش؟ ليه يعني ده يعني ايه اللي هو بيقولوا احنا بندفعه. يلا الحمد لله على كل حال. انا قلت اخلي يعني اقول لكم تخلي بالكم من حاجه زي كده ومحدش يتخم زي ما انا اتخميت. فضيت الجبنه وفضيت كمان البيض وخدتهم بقى شلتهم على التلاجة، وطلعت هنا كان عندي سمك، طلعتهم في الفريزر. الاسبوع اللي فات انا رحت السوق،
واشتريت سمك واشتريت جمبري. وانا بشتري السمك والجمبري عملت حسابي ان انا اجيب كده كام سمكية ويبقوا محطوطين عندي في الفريزر اطلعهم في اي وقت اعمله. بس بصراحة انا في اليوم ده كنت تعبانة جدا فما صورتش معاكم اكلة السمك ديت. فليه نصيب اللي انا انزل لكم بقى السمك دوت النهارده. فبصراحة انت كمان ممكن تعملي كده لما تروحي السوق تشتري مثلا السمك، ممكن تجيبي ليوم تاني وتشيليه عندك في الفريزر. انا بعمل كده عشان المشوار مش اكتر يعني. فجبت بقى عدد السمك على عددنا، وطبعا غسلته مع السمك اللي انا جبته في نفس اليوم اللي انا عملته وشلته في الفريزر. بيطلع يا دوب تعملي شويه الرز وتتبليه وتروحي قليه على طول، بتبقى سهله وبسيطه. كان عندي بقى شويه المواعين دول من امبارح بالليل. ايه ده انت نايمه وسايبه المواعين دي كلها؟ اصل الميه عملتها معايا يا اختي وانا ما قدرتش اتكلم ولا افتح بقي خالص. فبيني وبينك الصبح وانا نازله كانت الميه شغاله، بس طب انزل اروح مشواري ولا اقعد اغسل المواعين؟ قلت لا، خليني اروح المشوار ولما ارجع اغسل المواعين براحتي. هنا بقى واحنا واقفين بنغسل المواعين بندعي كتير ونستغفر اكتر ونحمد ربنا اكتر واكتر على كل حاجة. الحمد لله على نعمة الستر والصحة وراحة البال والرزق الحلال. الحمد لله. عايزين ننزل بقى مع بعضنا كده نشوف اسعار لبس العيد ايه. انا اشتريت شوية حاجات في التخفيضات. لكن مكة مقتنعة اللي لبس العيد بيجاب قبل العيد. مش قادرة اسيطر عليها يعني. انا كنت بسيطر على العيال التانيين منا ويوسف وهم صغيرين، كنت بشتري اللبس في شعبان او في رجب. لكن مكة لا، لبس العيد ولعبة العيد قبل العيد، فهي جابت الترنجات. وان شاء الله باذن الله هعمل لكم مشتريات لبس العيد بس لو انتوا طلبتوا يعني. وهحاول يعني يومين كده او ممكن بكرة اخدهم بقى وانزل اشتري لها كده طقم للعيد كده، حاجة بسيطة، فستان يعني حاجة بسيطة كده مع صندل كوتش. لسه مش عارفة ايه الستايلات اللي نازلة جديدة. بالنسبة للبس البيت احنا جبناه خلاص في التخفيضات يعني الحمد لله. اللي وجع قلبي بقى حاجة يعني ممكن حد يشوفها تافهة جدا، لكن انا شايفاها بجد بتوجع القلب. ليه يوجعوا قلبنا في شهر رمضان؟ ليه يوجعوا قلبنا على المسلسلات في شهر رمضان؟ يعني منى زكي بتقدم مسلسل اسمه تقريبا تحت الوصية، حاجة زي كده. لسه تاني حلقة او تالت حلقة. بجد بتسيب العيال لوحديها وتنزل. انا قلبي وجعني عليهم قوي. اول مرة احس الاحساس اللي هو بتفرج على حاجة واحسها اللي هي فعلا حقيقية، اللي هي في الواقع. بتسيب ابنها تقريبا عنده 10 سنين مع بنت صغيرة عندها سنة. الواد بيقعد يشيل البنت ويحط البنت ويلعب البنت ويطبطب عليها ويعمل لها الاكل ويلعبها بالكورة. بجد قلبي وجعني قوي 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 على المشاهد اللي هي بتيجي ديت. شابوه جدا للطفل اللي بيوصل المعلومة او بيوصل الاحساس للمشاهد اللي هو فعلا حقيقي. يعني انا كنت بتمنى ان هم يجوا يقعدوا عندي او انا اروح اقعد معاهم علشان خاطر ما يقعدوش لوحديهم يعني. معرفش انتوا تعرفوا المسلسل دوت ولا لا، حد اتفرج عليه ولا لا. انا شفته كده بالصدفة. فشدني يعني شدني الولد والبنت شدوني كده يعني. بشوف فيهم يوسف ومكة لما بنزل مشوار، بشوف فيهم يوسف ومكة لما بقوله خلي بالك من مكة، لعبها علشان خاطر ما تعيطش. ربنا يخلي أولادكم أمين يا رب العالمين، ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، يرحم أمواتنا ويشفي مرضانا أمين يا رب العالمين. يلا وصلتوا للجزء الكام؟ يلا خلاص فاضل 10 أيام. الوقت بيجري والعمر بيجري. يلا انجزي حالك وانجزي وقتك علشان خاطر يبقى الدنيا عندك تمام وزي الفل. انا هنا خدت اللي هي بتاعت شيالة البطاطس، حطيتها في الغسالة لان الغسالة كان فيها مواعين ولسه مشغلاها دلوقتي، لاني قلتلك المية كانت قطعة من بالليل. انا رصيت المواعين فيها وسبتها بقى وقلت ايه لما ارجع ايه هشغلها. وبالفعل ده اللي حصل. قولولي بقى عملتوا الكحك ولا لسه؟ يلا عايزاكم كلكم تعملوا كحك العيد ان شاء الله باذن الله. ونزلت لكم النهارده كده فيديو منفصل لوحده عن تشكيلات الكحك ومعاهم اغنيه جميله قوي يعني، يا كحك العيد يا احنا يا بسكويت. عايزاكم تسمعوها الاغنيه ديت هتعجبكم يعني. بالنسبه لحبايب قلب الدول العربيه
هتتبسطوا من الاغاني الشعبيه ديت، الاغاني اللي هي بتفرح بجد، اللي هي ايه، عارفين اللي هو يوم حنه العروسه، او مثلا الزفاف والكلام دوت. هي دي الاغاني اللي اتربينا عليها وعايشين عليها لحد دلوقتي، يعني فيها احساس كده، احساس الطيبه زياده عن اللزوم يعني. بنحاول على قد ما نقدر اللي احنا نفرح نفسينا، ما نضايقش نفسينا، حتى لو الحاجة غالية، المعيشة غالية، الأسعار صعبة. حاولي اللي انت تخرجي من المود، ما تقعديش طول الوقت تتكلمي على الأسعار، ما تتكلميش طول الوقت عن اللي الحاجة غالية، مش قادرة اشتري، مش عارفة ايه. كل الحاجات دي بتدي طاقة سلبية. انت ارمي توكلك على ربنا، وان شاء الله بإذن الله ربنا هيكرمك من وسع. امين يا رب العالمين. بحاول على قد ما اقدر اللي انا ابقى زيكم بالظبط، ما اتكلمش في اي حاجة، علشان خاطر ما ضايقش نفسي. خلاص احنا بقينا في امر واقع، يعني مش الكلمة بتاعتي او الكلمة بتاعتك اللي هتغير الكون يعني. فنرضى بكل حاجة، الحمد لله على كل حال. طبعا طول ما انت راضية، طول ما انت هتبقي في راحة بال. اهم حاجة من راحة البال هي الرضا والسعادة. هنا خلاص انا يعتبر غسلت المواعين، القدرة بس فيها طبقة فول بسيطة جدا لازقة فيها من تحت، لكن انا غسلت الجوانب وخليتها نظيفة يعني. فهحط فيها شوية مية ونكمل مع بعض الفطار، وبعد كده نرجع تاني نغسلها ونظبط حالنا. والحوض كمان خليته نظيف وزي الفل زي ما انتوا شايفين كده. لما بخلص المواعين بحس ان انا انجزت حاجات كتيرة كانت ورايا. بحس ان المطبخ رايق، مفيش زحمة حواليا، بحس ان اليوم كده جميل وبسيط، مفيش ارهاق كتير، مع ان الارهاق كله خلص في المواعين. بس الحمد لله غسلت كمان الحوض علشان خاطر يبقى كده تمام ومية فل وعشرة. تعالي بقى نشوف انا هعمل ايه. عندي بقى شوية فول كده حلوين، قلت هنقعهم لبكرة، مش هعملهم النهاردة، عشان خلاص احنا دلوقتي الساعة كام يعني، تقريبا الساعة 4:30 حاجة زي كده. فعبال ما يتنقع، وانا بحب ان انا انقع الفول اقل حاجة 6 ساعات. فخلينا بالليل كده نتسحر، بس مش هيبقى فول، هيبقى حاجة تانية يعني، ممكن بطاطس، جبنة، بيض كده يعني. فعادي يعني، يعني مش شرط يبقى اجباري كل يوم فول. فهنقع بقى شوية الفول، نقيتهم وطلعت الحاجات اللي هي مش حلوة، خلصت منها. وبعد كده بقى هحط بقى فيه شوية مية وهسيبه كده منقوع بقى لحد بكرة. هولع عليه بكرة الصبح ان شاء الله بإذن الله. وهنا السمك كان فك معايا شوية، مش شوية، يعتبر فك والله، انا غسلاه بس هديله شطفة كمان، مخليه نضيفه زي الفل. طلعت ليمون من الفريزر، لاني مش عندي ليمون طازه، فحطيته بقى كده في شويه ميه عشان يفك معايا. وهنا كنت شطفت السمك شطفه كده اخيره وحطيته بقى في المصفى. تعالي نعمل مع بعض الدقه بسرعه علشان خاطر خلاص الوقت بيجري بينا. والفطار يا اختي عايزين نخلص بسرعه كده. هنا حطيت بقى هريسة الفلفل الأحمر، لما بتتحط على السمك بتخلي طعمه حكاية، رايح في حتة تانية خالص. بس انتي لو ملكيش في الحراق، نصيحة مني ما تعملهاش. بعد كده ضفت بقى شوية توم، طبعا هي عليها توم بس علشان خاطر السمك حبيب التوم، فأنا حطيت حوالي كده معلقة من التوم برضو زيادة يعني، عشان ايه، يبقى الطعم حلو. الليمون بقى كان فك معايا، عصرته بالشكل دوت. انا بحط الليمون مع السمك عشان بقليه في الزيت مع السمك يعني. هحط بقى شوية ملح حلوين كده، وطبعا هحط كمون وهحط كزبرة، وهقلب التتبيلة دي كلها كده مع بعضيها. يبقى كده تتبيلة السمك خلصت معايا. تقدري تعملي الموضوع دوت في علبة كده لوحديها وتشيليها، لما تعوزي منها تطلعي بالمعلقة برضو بتبقى حلوة. انا التتبيلة دي بعملها، وساعات بحط فلفل اخضر لو مش متوفر فلفل احمر، بتبقى لجميع انواع السمك يعني. همسك بقى السمكية بسكينة مشرشرة كده، وهبدأ اللي انا ايه، اديها شقة كده علشان خاطر تبقى معايا مقرمشة كده، واللحم من جوه متبل يعني. الشقة دي كده بتخلي السمكية من بره بتبقى مقرمشة وطعمها حلو، مش طرية كده. هعمل الكمية كلها كده بسم الله ما شاء الله بنفس الطريقة. وبعد كده همسك السمكية سمكية سمكية هتبلهم بقى. هنا رحت غسلت ايديا ورجعت تاني علشان خاطر اخد كده شوية دقة. خدت حوالي معلقتين علشان خاطر السمك. الناس اللي مجربتش تعمل السمك بدقة الرز بدقة السمك، صدقيني هتندمي كتير قوي، طعمه بيكون حلو جدا. الفكرة جات لي من لما دقت قبل كده سمك، رز وسمك يعني من بره.
كان في محل فتح في المقطم، معرفش هو لسه فاتح ولا لا لحد دلوقتي، حتى انا والله نسيت اسمه، تقريبا اسمه الشادر، حاجه زي كده يعني، قريب من النافوره، انا مش فاكره اسمه قوي. المهم كنت مره جبت منه رز وجمبري وكده، بس الرز لقيته معمول بخلطه حلوه قوي. من ساعتها وانا بقيت احط بقى التتبيله بتاعه السمك، اخد منها معلقتين واحطها على الرز، فعلا بيديني نفس الطعم يعني. هنا بقى بعد ما تبلت السمك خلاص، مسكت بقى بصلايه كده كبيره، قشرتها وغسلتها وهبشرها دلوقتي، هبشرها في المبشره كده، والمبشره هشطفها على طول بعد ما اخلص يعني، مش هسيبها محطوطه في الحوض عشان مش عايزه مواعين تاني، كفايه مواعين لحد كده كفايه. امبارح في كومنت اتكتب لي، قالت لي يا هبه انت تبداي تنظيفات العيد امتى؟ انا مش عارفه والله هبدا امتى. انا عملت تنظيفات قبل شهر رمضان، علشان خاطر بس مهلكش نفسي في رمضان. لكن التنظيفات اللي هي تبقى عادية، اللي هي ممكن تشيلي السجادة وتمسحي مسحة كده بسيطة، تغيري ملاية، تشيلي فرش رمضان وتفرشي فرش عادي، بس كده، مش تنظيفات بقى دواخل وحاجات زي كده، كل ده عملناه. هنا السوبر ماركت كان جاب لي الزيت، وكمان بدل لي البن، زي ما شفتوا معايا من شوية كده لما بدلني البن وانا فضيته في العلبة. ما كانش عنده زيت آلية ولا حلوة، ما عندوش غير صني، وصني طبعا انا مش بحب اقلي بيه لاني بيطير بسرعة، معرفش هل هو فعلا كده ولا ده كلام بيتقال، مش عارفة. ف بس انا مضطرية، والمضطر يركب الصعب، ما انا مش معقولة هبوظ يعني السمك علشان خاطر اقلي في زيت ريحته مش حلوة خالص. يعني انا حاسة الزيت دوت تقريبا مستعمل، وهم حاطين عليه مادة مخلينه لونه فاتح كده، ريحته سيئة خالص. فبصراحة قلبت البيت كله وقلبت الريحة كلها. كان الموضوع امبارح بالليل عندي في البيت حاجة كده، وشغلت الشفاطة وفتحت الشبابيك، وكان يعني خلاص كان ناقص اللي انا اطفش من البيت. هنا هحط كده كوباية من الدقيق، كوباية واحدة هتعمل معايا السمك كله يعني ان شاء الله بإذن الله. كمان البصلة اتحمرت وحطيت عليها بقى معلقة التتبيلة بتاعة السمك، وكمان نزلت بالمية لاني ما كنتش لسه غسلت الرز. هنا بقى تبلت الدقيق بشوية كده من الكركم، حابة تضيفي بقى اي حاجة تانية ضيفي يعني براحتك، ممكن تحطي معلقة نشا بس انا نسيت عشان مستعجلة يعني. هتبل بقى، وكمان حطيت بقى شوية زيت في الطاسة، وحطيت الطاسة على النار وولعت عليها عشان يبقوا الاتنين يخلصوا مع بعض اهو بالشكل ده. المية لسه مغليتش. هنقل الرز الناحية التانية علشان خاطر الكاميرا بس تبقى جايبة الطاسة بتاعة السمك عشان الارتفاع يعني. نزلت بالسمكية ونزلت بالتانية عكسها، وطبعا حتى ليمونة كده علشان خاطر بس تمتص اي ريحة، بس هو الحمد لله ما بيطلعش ريحة خالص من السمك اللي انا بجيبه، علشان خاطر بجيبه من حد مضمون يعني، او حد بثق فيه، مش اي حد بشتري منه اي حاجة يعني. مش عشان خاطر انا ماشيه بقى معديه ولقيت حد واقف بيبيع سمك وكده اشتري منه، او لحمه او فراخ، في حاجات ما ينفعش اللي انتي تغيري فيها البياعين، فاهمين قصدي؟ انا اتعودت على كده، معرفش بقى في زي كده ولا لا، بس اكيد 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 انا واثقه مليون في المية اللي في ناس كتير قوي زي كده. الرز خلاص كنت غسلته والمية كانت غليت، نزلت بقى بالرز كده على المية وياخد غلوة، وهروح موطية عليه النار. هنا السمك بقى بقلبه من وقت للتاني علشان خاطر برضو يبقى تمام. معايا بقى الشوكة الكبيرة ديت والمعلقة الاكبر، داخلين حرب، عارفين اللي هو خلاص دلوقتي كنت قليت السمك الحمد لله، والرز خلاص كان خلص معايا، بس قلت اعمل شوية سلطة يعني يكون الرز هدي شوية، وكمان كان لسه شوية على الفطور. يلا خدي فكرة بقى ونفذيها بكرة، الروتين النهاردة سهل وبسيط وزي العسل وخفيف كده، وان شاء الله بإذن الله تاخدي فكرة وتنفذيها بكرة. خلاص كده، خلاص يا ست الكل، عملت السلطة وكمان حطيت الليمون والخل والملح، وكده 100 فل وعشرة. هنقلها بقى في اطباق يعني، هحطها كده في كذا طبق تاني. هجيب بس الرز وتعالي نشوفه مع بعضينا بعد ما استوى.
بسم الله ما شاء الله، الرز مفلفل وجميل والحباية وحبيتها. وعملت كمان شوية سلطة طحينة عادية خالص من غير اي اضافات، يعني من غير ولا بابا غنوج ولا اي حاجة، طحينة بس. طحينة كده بشوية خل وشوية مية وملح، من غير توم، من غير اي حاجة خالص. هغرف بقى الرز ويبقى كده الدنيا عندنا تمام وزي الفل الحمد لله. طب العصير يا هبة، العصير انا بعمل كركديه وتمر هندي، ومش بعمل كل يوم، بعمل بكمية زي ما انتوا شفتوا، واكيد انا حكيت لكم. وبيبقى عندي محطوط في التلاجة، وقت لما بعوز بطلع منه. اليوم الاضافي بقى احب ادلعهم، اروح اعمل لهم عصير فريش زي مانجا، فراولة، الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. بس كده خلاص، بحبكم في الله يا احلى واطيب اخوات. ما تنسيش تحطي اللايك بتاعك، والسلام عليكم.